قولوا لي الا بقى لكم كاس لبن ولا كاس رايب واش ديروا به؟ انا درت به الخبيزات هادو، ما عرف ندير به الخبز. نتوما واش ديروا به؟ شوفوا لي خبز الرايب شحال شباب، يجي خفيف يجي فارغ يجي بنين يجي هبل يهبل. نبداو بسم الله في الوصفه تاعنا تاع اليوم. عندي كاس رايب، كاس ما دافي بنفس الكاس، عندي ملعقه سكر، ملعقه خميره الخبز، ونبدا نضيف كاس سميد، كاس فرينه. خلطهم مليح تجي الخليط جاري، خلطهم مليح، نغطيهم نخليهم 10 دقائق حتى ربع ساعه حتى تتفاعل الخميره ونرجع نخدم بيهم. كيما راكم تشوفوا هاني غطيتهم، بعد ما تفاعلوا هاني رجعت ليهم. هنايا في هذه المرحله ندير الملح ونبدا نضيف في الفرينه. خلط الملح مليح ونحط الفرينة الكاس الأول، ونخلط ثاني. الفرينة أنا نخدم بالسفينة، كاين بزاف سقساوني واش من فرينة نخدم بالسفينة. شكارة تاع 5 كيلو. هذا الكاس الثاني ثاني نخلط ونعجن. الكاس الثالث نتوما والفرينة اللي تستخدموها. إلا كان شربت لكم العجين وشفتوا العجينة سيبون ما تحتاجش فرينة، ما ديروهش. بصح انا دات لي كانت تحتاج العجينه تاعي الفرينه، درت 3 كيسان فرينه، والكاس الاول معناتها كامل في هذا الكيلات دات لي 4 كيسان فرينه. نعجنها مليح 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 ونخليها تخمر. بعد ما تخمر لي واحد نص ساعه تيضاعف الحجم تاعها الا كانت الكوزينه تاعك سخونه. بعد ما ضاعفت الحجم تاعها نجي نديرها خبزات. هنا تحبوا ديروهم خبيزات كبار، تحبوا ديرهم صغار. انا درتهم لي ساندويتش، وزنتهم. كل خبزه درت فيها 100 غرام حتى 103 غرام، خرجت لي 11 خبزه. كما راكم تشوفوا كورتهم مليح، نرمدهم في السميد الرطب، خليهم بجي حتى نكمل كاع الكرات تاوعي، ومن بعد نرجع للاولى اللي خدمت بيها. انا نعاود لكم حبه زوجه باش تشوفوها. كما راكم تشوفوا درتها كره، بعد درتها في السميد، وانا حليتها رقيقه بزاف باش يجي الخبز تاعنا فارغ. هنا ديما كي تكونوا تحلوا فيها ديما ديروا السميد باش ما تسقلكمش، ومن بعد ما تجيكمش مليحه. شوفوا هنايا السمك تاع العجينه نحلهم كامل نديرهم يخمروا. نحل معاكم واحده اخرى كيما راكم تشوفوا راهي رقيقه، نديرها هنا تخمر ونزيد نعاود معاكم نحل هذا الخبز ويجي طويل. على بالي الولاد الصغار كامل يحبوا هذا الخبز الطويل كيما هكا. نكمل الخبزات التاوعي وندخلهم، نخليهم يخمروا. داولي خليتهم واحد قريب ساعه تقريبا هكا، كل فرن ساخن على اعلى درجه الفوق والتحت كنت مسخناته. هنا بعد ما خمروا ندخلهم يطيبوا، غير يدخلوا يتنفخوا كيما راكم تشوفوا راهم منفخين، غير دخلوا مباشره يتنفخوا. هنا طيبت هادو الوالا ونزيد نطيب لكم هادوك المدورين. شوفوا كيفاش مدورين يتنفخوا يجوا ما شاء الله عليهم. المهم كما قلت لكم الفرن هو اللي يخلي لكم الخبز تاعكم ناجح. هنا على بالك راكم تسالوا علاه راني نحط الخبز، خاطش بزاف 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 يطلبوني في الخاص على الخبز، ديما نحط لهم وصفات جدد ووصفات بزاف. هذه هي اخواتي الوصف تاعنا تاع اليوم، كملت خبز فارغ بنين هايل ناجح. نتلاقى في وصفات اخرى ان شاء الله. سلام.